مفيش جوازة، وأقول لكم كمان مفيش الحنة، طلعت فنكوشة. أصل عنصر المفاجأة ده ما بتحبوش، ومش مؤمنة بمثل داري على شمعتك تقيل ده. طرحة وفستان أبيض ودينا الشربيني رقعت زغروطة ووصلت لكل حتة في مصر. لقطات من حنة ياسمين رئيس اللي عملتها للبنات بس. يا ترى اللي خبت خطوبتها على الناس كلها، هل في حنة أصلا ولا هي فنكوشة؟ تفتكروا مين هو جوزها الجديد، ويا ترى يشبه مواصفات فتى أحلامها؟ ايه المفاجأة عند عيا الفيلم؟ تعالوا بينا نعرف في الفيديو ده تفاصيل حنة ياسمين رئيس اللي قلبت السوشيال ميديا. خبت على كل الناس انها مخطوبة وقررت تفاجئنا بصورها بالفستان الابيض والطرحة في حنتها. عزمت كل اصحابها من الوسط الفني وبراه، فرحانين كلهم بيها وبيرقصوا معاها، خاصة دينا شربيني اللي لعلعت بالزغاريد ده. الفرحة مش سايعاها وطلت بالابيض بعد سنتين انفصال. خلاص ياسمين ودعت حياة السنجالة وفاجأت الجمهور بجوازها، لبست فستان ابيض قصير وطرحة بيضاء، اكسسوارات رائعة، وعملت مكياج بسيط وتسريحة شعر هادية. ظهور ياسمين رئيس في فيديو قالت فيه بدأ العد التنازلي، ومن هنا ابتدى الناس يسألوها ايه ده، اتجوزتي ولا ايه؟ واتضح ان ده يوم حنتها اللي بيسبق فرحها بايام قليله. حضر الحنه دي نجلاء بدر، دنيا سامي، رنا ابو الريش، دينا الشربيني، واللي بتجمع بيها صداقه قويه جدا. كمان صبا مبارك، مريان حسين، جند علوش، هند عبد الحليم، لقاء الخميسي، عدد كبير من اصدقائها اللي بره الوسط الفني. وكل صور ياسمين بتعبر عن السعادة الكبيرة بفرحها وبعرسها المستقبلي. الغريب دينا شربيني هجت الحنة كلها، صديقة عمرها اللي ما يفرقوش بعض أبدا في أحزانهم وأفراحهم مع بعض، وأكتر واحدة فرحانة لها. كلنا عارفين الصداقة الكبيرة اللي بتجمع ياسمين ودينا، ظاهرة في كل فيديوهات الحنة، والضحكة مش مفرقاها. كانت بتزغرط وترقص مع الفنانات ومع العروسة. نجلاء بدر كانت أول الحاضرين، قالت لي ياسمين على السوشيال ميديا أحلى عروسة، ويوم بناتي بامتياز رقصت فيه الفنانات وفرحوا بصاحبة عمرهم. أخيرا لقيت فتى أحلامها اللي مش هيشغل التكييف. ياسمين كان ليها شروط معينة في اللي هتتجوزه وهيشاركها حياتها. قالت في تصريحات ليها: الواحد طول الوقت بيتعلم وأنا اتعلمت كتير. أهم حاجة بالنسبة ليها إن اللي يكون معاها ما بيشغلش التكييف، لدرجة إنه يكون شرط أساسي في مواصفات فتى أحلامها. قالت إنها مش بتحب التكييف خالص. العريس بقى طلع رياضي وشيك وبيموت في ياسمين، واتقال ان اسمه احمد عبد العزيز، يبقى رجل اعمال مصري بيشتغل في المقاولات وبيمارس الرياضه، موجان وبيحب يحافظ على لياقته. ياسمين كمان وزنها مثالي وبتحب تهتم بصحتها وشكلها، وقريب جدا هنشوفهم في الكوشه في فرحهم، وهيحضروا نجوم الفن ورجال الاعمال. اتقال انه هيكون في قلعه محمد علي يوم الخميس الجاي. الغريب بقى ان في كلام كتير ان ياسمين رئيس لا هتتجوز ولا حاجه، كل اللي عملته ده دعايه لفيلمها الجديد الفستان الابيض، واللي بدأت تصوير المخرجة جيلان عوف السنة اللي فاتت. وده لو حصل هتكون دعاية ببلاش للفيلم، بالذات إن مفيش حد مش بيتكلم دلوقتي على حنة ياسمين رئيس وجوازها. الفيلم ده بطولة ياسمين رئيس، بتدور أحداثه عن صديقتين من حي فقير، واحدة منهم مقبلة على الجواز بس فستان زفافها بيبوظ في نفس اليوم الفرح. من هنا هيكون ليها رحلة للقاهرة مع صاحبتها المقربة علشان تجيب فستان تاني. انتم بقى ايه توقعاتكم؟ اللي حصل ده دعاية للفيلم والحنة الفنكوش، ولا ياسمين رئيسة تتجوز بجد؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.